هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم حبيباتي؟ اشتاقت لكم كلش هواي ودا اغيب عليكم كلش هواي. صورت لكم تقريبا كل يوم مقطع يعني لانه والله يعني صراحة ما يصير عندي مجال اصور، ودا احاول ان شاء الله اكون متواجدة وياكم اول باول. انتو هم شجعوني، سووا لي واحد، كتبوا لي تعليقات حلوة. طبعا هنا أنا شوف السمكة ما بقى بيها شي، يعني بالعافية علينا أكيد وعلى اللي دا يشوف. وأتمنى تكتبوا لي تعليق حلو وتشجعوني إنه أنا دائما أتواصل وياكم ودائما أنشر لكم فيديوهات حلوة حبيباتي. طبعا هنا أنا دا أسوي بامية. هاي طبعا اليوم الثاني بنات. أول ما قعدنا من النوم سلقت اللحم مثل ما تشوفون، وراح أسوي ماية كاملة. طبعا قلت لكم الفيديو يمكن 3 أيام هذا أصور بيه، أنا يوميا أريد يعني أسوي لكم فلوج كامل حتى أنشر لكم إياه، بس والله ما دي صح لي. فبنات يعني حاولت أسوي لكم يعني مقاطع يومية مثل ما تشوفون. شوفوا البامية شلون صارت. طبعا ما أعرف بالتصوير ليش هيج طالعة بالطول. المهم مرات تصير غلطات مطبعية بالتصوير فعادي، لأنه مثل ما يقول إحنا مبتدئين شوية بهاي السوالف. فإن شاء الله الأيام الجاية تكون أحسن. شوفوها بنات، شوفوا شلون الدهن طايف. شوفوا يعني والله العظيم ما أوصف لكم الطعم. يعني بحياتي يمكن أنا ايش قد أطبخ بامية، بس هالمرة صارت كلش طيبة. البارحة هاي طبعا بالليل سويت لكم وصفة كاملة، بس والله ما أعرف التصوير مدى يطلع عندي، مدري أنا ما دايسة تصوير من دا أسويها. المهم ما لقيت غير هذا التصوير باخذ من عندها، طلعت كلش هشة بنات. خبصوني عليها إلا تقطعيها وهي بعدها حارة. تدرون من حارة وتقطعوها ما تطلع قالب، بس تعرفون بعد جهال وخبصوا نفسهم. أي وخلوكم وياي تابعوا للأخير. طبعا هنا أنا مشغلين أفلام عادل إمام، هاي مرات بننضوج، هاي سهراتنا تصير. طبعا هاي أكثر شي من نسهر نباوع أفلام عادل إمام، يعني هاي أكثر شي نسوي. عالقين الصوبة وقاعدين، والحمد لله والشكر يا ربي على هاي النعمة، والحمد لله والشكر على الصحة والعافية. هاي اليوم الصبح الفيديو راح نختمه وياكم اليوم الصبح. اللونة جدت غسلت لها الحمد لله وبشرت لها كملت. طبعا شوفوا شو مسوية، قالبة البيت هاي كالعادة يعني أنا أنظف البيت وأعزل البيت وهي تجي بعد تطشر وتسوي. فهذا شلون روتين كل أم، يعني أعتقد هاي كل أم نفس الحالة تمر بيها. وراح إن شاء الله أحاول إحنا ما بالموضوع قاعدة تبوع بالموبايل بعد ما نبشت البيت بنات. اليوم سويت دولمة، يعني قعدت كرمت الحشوة وياكم وخلصتها وغسلت السلق وحطيت الجدر وسويت كل اللي أقدر أسويه. حتى بعدين راح أصور لكم إياها هي وعلى النار بعد ما لفيتها. ماكو حد يصورني أنا وألف صراحة، شوية يعني شلون أقول لكم صعب علي إنه أنا وألف وأصور بنفس الوقت، لأنه ستاند يعني مال التصوير مالتي ما أعرف أستخدمه بالعرض، ما أعرف يعني، بس بالطول أخلي التليفون يرهم، بس بالعرض والله ما مجربة. فإن شاء الله أحاول بيه وأصور لكم يعني من نواهيج كله أنا وأسوي بيه. طبعا اليوم الدولمة كلش طيبة طلعت، يعني ما تتصورون إيش قد طيبة. هاي هنا أول ما علقت الجدر صورت لكم ورا ما لفيته، هنا أنا ورا ما استوت. شوف الدولمة طبعا بنات أنا بالأخير أفرقع لها دهن، أفرقع لها زيت يعني شوية مو هواي، بس على مود تصير بيها لمعة وتصير دهينة. هنا الحمد لله والشكر أبو الجهال يعني إجا وياي صور لي أني ودا أقلب الدولمة. الحمد لله إنه أكو واحد قدر يصورني، يعني يا نصيحة يقول لي لا ما أصور أنا مع اليوم مدري شنو. المهم أخيرا قنع وإجا يصورني يعني وبقلب لكم الدولمة. طبعا هاي الصينية تدرون بالقوة قلبت بيها الدولمة، لأنه شوفوها مو عدلة وجدر يعني هيجي يتزحلق بيها، بس الحمد لله والشكر يعني قدرت أسيطر. يعني يقولوا زين ما وقع جدر كله بالقاع كان صارت طشار. بس والله بناتي اليوم الدولمة تجنن صارت، اليوم الدولمة تجنن. شوفوا
شوفوا اللمعة، شوفوا الجمال. الحموضة ما أحكي لكم، خليت تطلع شوية جو، يعني طلعت كلش مايعة مستوية وحامضة. طبعا ألف عافية على اللي أكلها، ألف صحة وعافية يا رب. تعالوا أكلوا. طبعا أنا لازم من أقلب الدالمة اللي يبقى بالجدر لازم أكله. صحة عافية. يعني منو بيكم بنات هم يحب الشعبية مال الجدر؟ تحسون الحامض. شوفوا أنا خالة شحم هم ترى جوا بالشعب. منو مثلي؟ ليا يعني خالة. منو مثلي؟ فالطعم الجوا يعني الحموضة تحسوها كلها جوا بالجدر. الحموضة ما اليوم أحكي ملك لكم عاد أبد. هواي شفتوا الجدر انتو، بس مهما يكون حتى لو يبقى بيتم مناديل لازم آكلها. هنا أنا العائلة الكريمة قعدت، طبعا إذا مو وياها لبن أربيل مدخن ما تعتبر أكلة. يعني الصراحة كنا على البيبسي يومية، بيبسي آخر شي قلنا خلينا نغير على اللبن. بنات حطوا لنا لايك واشتراك للقناة، أحبكم، باي.